هنبتدي النهارده نتعلم فيه أول شكل تقدر تعمله على بلندر بشكل سهل وبسيط، ومش هيحتاج معانا أي وقت. لو مش عارف الاختصارات اللي أنا ممكن استخدمها أو الحركة اللي باتحركها هتلاقيها هنا ظهرت في الأيقون دي. فخلينا نبدأ نصمم أول شكل على بلندر. أول حاجة هنعملها هو إن أنا همسح الكيوب ده من ديليت، وبعدين هقول شيفت A من mesh لأ من curve، هاختار بس، بعدين هاختار رقم 7 وهادخل على edit mode يا إما من تاب أو من هنا edit mode. هاختار ال3 نقط دولت، بعدين هقول GY واحركها كده شوية، بعدين هاختار دي GY برضو تمام كده. هحددهم كلهم، وبعدين هاختار الشكل ده من الجيومتري، هاختار depth بدأت تزيد معانا، وبعدين هاختار آخر نقطتين أو النقطتين اللي على الحواف وأقول Alt S، يا إما أفضل أصغر فيها أو أدوس رقم 0 تطلع عندنا بالشكل ده. بدوس من الكيبورد رقم 3، بعدين أقول R وأحركها كده شوية، بدوس بعدين من الكيبورد رقم 1 عشان أشوفها من زاوية تانية، بعدين R كده، بعدين عايزة أرفعها فوق هحددها وأقول GZ تمام. هنا شيفت الميدل بازل، وبعدين هحددها واخش برضو على edit mode من تاب. انا عايزة اجيب دي شوية فهختار جي، ممكن احددها من هنا، دي ودي ممكن نكبرهم من اس، الشكل ده هنجيبه كده، ده ممكن انزله، بعدين ارفعها فوق شوية. انا ممكن عايزة اجيبها من الزاوية دي او من الزاوية دي، فعندي الكاميرا كده كده نازلة، لو الكاميرا مش موجودة ممكن تقول من شيفت A ومن تحت تنزلوا تختاروا الكاميرا، بس طالما هي كده كده نازلة فانا هختار هي. لو دوست رقم 0 يظهرلي بالشكل ده، انا مش عايزاه بالشكل ده، انا عايزاه من هنا من الفيو ده. اول كنترول الت 0 تمام، احركها شوية بحدد الكاميرا وندوس حرف الجي كده شوية تمام. بعدين هختار الماتيريال بتاعتي من زد، واختار ماتيريال بريفيو، او من هنا بختار الايقون دي تمام. باجي هنا عندي الكورة دي بحط فيها الماتيريال، وعندي البيس كولر. حاليا مش هحط ماتيريال خامة معينة، انا هختار بس اللون، فهختار اللون ده. وهنا ريفرنس عندي، اجي من هنا دي اقللها شوية احددها، ممكن اعمل لها روتيت بسيط جدا من شيفت ماش، وبعدين هعمل بلين اقوله سكيل واعمل لها روتيت كده تمام. اختار دي ومن تاب واحدد الحرف ده واقول له اي زد، وبعدين هنا دوس كنترول بي عشان تعملي بافل، وبعدين اعمل زود سيجمنت شوية، واخرج من الايديت مود للاوبجكت مود، وهدوس كليك يمين واختار خليها سموث تمام. هاجي هنا واختار الكورة دي وخليها مثلا لون هادي، اللون ده. لو انتوا ما جبتوش نفس الدرجة ممكن تعملوا من دي، تاخدوها تكتبوها كوبي وتخلوها عندكم في البرنامج. هرجع كده تاني بس كده نكون خلصنا اول شكل بالنسبة لك، وهو شكل بسيط جدا وسهل ومناسب جدا للمبتدئين. لو عايز تعملها ريندر في طريقتين، بس انا كون انت لسه مبتدئ
فخلينا نختار من هنا، انا لغيت دي ودي تمام، ومن هنا اختار فيو، وبعدين اختار دي فيو بورت ريندر، بقت عندي بالشكل ده.